ده سداسه. نجم ساعتنا وانطلق الصفار بطرس. ماشي طلعت منصور الغندور وماشي الغندور وعاوز يشوط ويشوط ضربه مرمى. محمد يوسف وعاوز يشوط برضه وشاط واحده في ملعب نادي الزمالك زي ما احنا شايفين. جابر محمود ويشوط وضربه مرمى. ابو الدهب لابراهيم عاوز يرفع وطالع حسين من جوله وقعت من ايده ويقدر يريحها لعبد الجليل. عبد الجليل يروح كره لحسام تطول من ايمانويل انما يتابعها وبيجيله ايمن منصور في مساحه فاضيه خسر النادي الاهلي انما هذه خشبه يقفل الكوره وحيطه من النادي الاهلي وطلعت تلعبها بدوار القايم لحسام ويشوط حسام. والله فيها فكره. ماشي عرفت ايمانويل ويعدي ايمانويل وعاوز يشوط وعاليه اسماعيل يوسف ويلعبها لايمن منصور. ايمن منصور ماشي وعاوز يشوط وشاط اول كوره توصل عبد الصادق يقطع لحسام حسن. بدا يبقى في نشاط ملحوظ في الدقيقه دي للنادي الاهلي وتسويبه. الزمالك راجع في نص ملعبه تتلعب على طول طويله. محمود ابو الدهب بتطول محمود ابو الدهب ومع عصام مرعي انما بيلحق تاني محمود ابو الدهب وبيغير اتجاهاته وبيلعبها على طول على الايمن بعيد وبدماغه بيلعبها حسام حسن. يلمها محمد ويعدي من اشرف يوسف يلعب كوره عرضيه طلع حسين والزحله انما مرعي مقفل وتروح الكوره لرضا يلمها رضا عبد العال ويريحها لمحمود ابو الدهب يجلي محمود. الشوط الاول بتعادل قطبي الكره المصريه الاهلي والزمالك. ده اللي هنشوفه مع بعض. نظبط ساعتنا وظبطناها وبنلعب في بدماغه وتروح لابراهيم اللي عاوز يشوط وشاط عليها ضرب حسام وهشام وتتلعب بينيه لياسر ريان وياسر ريان يعدي ويطلع حسين السيد. اعتقد ان نادي الزمالك هيبدا عفت نصار يميل على الجبهه اليمين عشان يعاون اشرف يوسف والتحام ما بين يوسف واشرف محمد يوسف واشرف يوسف تشابه اسماء طبعا. واروح 6 انذارات ده كارت احمر. ده كارت احمر وبيجري له ايمن وبيجري له ايمانويل ويلعبها لايمانويل وموه ايمانويل وحط الكوره في الاول. انديه الابطال الكاس هنشوفها مع بعض. بص الجون الهدف الجون طلع ازاي. لو ما طلعش شوبير في التوقيت ده ريان هو اللي بيتاخر دلوقتي في خط الظهر ياخدها منه عفت ويعدي وماشي وعاوز يشوط وشاط شوطه جامده انما احمد شوبير يمسك اسماعيل يوسف. بدا مرعي يطلع اهو ناحيه الشمال ويلمها مرعي ويلعبها عرضيه انما رضا عبد العال يعدي من اسماعيل وماشي رضا ويلعبها لابو الدهب وابو الدهب عاوز يعدي من اسماعيل ويلعبها عرضيه يلعبها ورا لحسام وعاوز يشوط وشاط تخبط في هشام ياكل وترد لعدي عبد الرحمن يشوط يمسكها يلعبها تخبط في الحديدي وتروح لاشرف يوسف لعفت نصار لايمانويل بيستقبلها ويشوط قنبله كامل انما في خطوره على المرميين. وادي ايمانويل يقابله على عبد الصادق الاسماعيل وخالد الغندور ويشوط شوطه جامده. ايمن منصور يلعبها بجوار اللي قطعها اشرف يوسف وماشي اشرف عاوز يعمل هات خد يلعبها المرعي يلمها مرعي ويلعبها عرضيه ابراهيم حسن يفقد فرصه كبيره بين الاهلي والزمالك واسماعيل يوسف ماشي ويلعبها لاشرف واشرف عاوز يشوط وشاط يمسكها شوبير وترد من ايده وتروح لابراهيم حسن. اشرف يوسف ايمن منصور ويشوط شوطه جامده هو جول. الهدف الاول لنادي الزمالك في الدقيقه 41 من قذيفه من ايمن منصور. الكل كان متوقع ان هو هيدي اشرف من الانطلاق طلع الكوره ولعب قذيفه في المقص انه هياخدها صلحها ومرتين واطلق قذيفه في المقص الشمال. يتقدم نادي الزمالك بهدف لايمن منصور في الدقيقه 41 من الشوط الثاني. واحد الزمالك لا شيء الثاني والمباراه ونادي الزمالك متقدم بهدف اخرج ايمن منصور في الدقيقه 41 من هذا الشوط. الغندور وعرضيه يخش الغندور
وايمانويل وشبير طالع في توقيت مصر. يلعبها لرضا بيفوتها حلوه رمضان لرضا ورضا ماشي الطرح والعبها بالعرض عشان يقدر ياخد كوره. الحكم الدولي من جنوب افريقيا بطرس بانتهاء الشوط الثاني والمباراه بفوز نادي الزمالك بكاس السوبر. النهارده عاوز اقول ان مصر هي اللي فازت لان هذا اللقاء ما هو الا استعراض للكره المصريه واستعراض ل قطبي الكره المصريه الاهلي والزمالك. بنحيي لاعبي الفريقين الاهلي والزمالك وبنحيي الجماهير اللي صاحبتهم النهارده وبنحيي اللعيبه اللي التزمت بقرارات الحكم وبنحيي الاجهزه الفنيه للفرقتين. الجوهري ومستر هارس عملوا كل وسعهم في تغيير اللعب على فترات ودي هي السمه بتاعه المصريين خارج الملعب. النهارده كانوا واجهه مشرفه سلوكا واداء والنتيجه دي بتاعه ربنا اللي فاز بيها